السلام عليكم يا اهل السلام. النهارده هنعمل طريقه عمل طاسه الكبده. معايا كبده اهي، كبده عجالي وكبده فراخ كانوا عندي، فقلت ما اعملها بالمره. تبلتها وسبتها في التتبيل حوالي 3 ساعات على ما يجي ميعاد الغدا. عملت جنبيها طماطم مخلله، بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال والحلاوه. معانا دقه الكبده، وانتوا عندكم حلقه الكبده ازاي تعملي دقة الكبدة. ومعانا الطرشي فلفل الوان، بسم الله ما شاء الله. معانا فصين توم ومرق دجاج، ومعانا بهارات الكبدة. يعني طبعا الكبدة دي علشان تاكليها ويبقى ليها طعم جميل معاكي، تعمليها على الغدا او على العشاء زي ما تحبي. فعملت معاها رز بالشعرية اهو، بسم الله ما شاء الله، الحبايب حبايتها اهي. ويلا بينا على المطبخ نشوف الطريقة عمل الكبدة في الطاسة ازاي. حاجة جميلة وحلوة. يلا بينا على المطبخ يا جميل، ازاي تعملي كبدة بطريقة حلوة. طاسة الكبدة بحط حتة سمنة بلدي كده، وبروح حاطط معلقتين زيت، انزل بفص الثوم مربعات كده طرنشات، قلب. طريقة جميلة وحلوة. انا هنا علشان تعملي طاسة الكبدة انا مش هعملها بالبصل، توم وفلفل الوان ودقة الكبدة. تمام يا بنات. بعد كده بنزل اشوح الفلفل الالوان معانا، بسم الله ما شاء الله. وقبل ما التومه تصفر معايا انزل كده واسمي، بسم الله. طريقه جميله وحلوه. شوحي الفلفل الالوان وهو بيتشوح كده يا جميل، بتروح مديله معلقه دقه كبده، حاجه حلوه اهي، بيديها طعم. اروح نازل يعني طاسة الكبدة انا هعملها بالثوم والفلفل الالوان وبس. تمام يا قشطة. هنسيب دول كده ايه يتبلوا كده مع نفسهم، وابقوا معانا يا جميل. الفلفل الالوان وهو بيتشوح كده بنزل بمرق الدجاج علشان تساعد ان الفلفلايه تتبل معاكي بسرعة، علشان مرق الدجاج بيبقى فيها ملح وما بحطش ملح، يعني لان معايا دقة كبدة عليها ملح وثوم وكمون وكزبرة فلفل اسمر وبهارات كبدة هتبقى معانا. فما تحاوليش انك انت تكتري الملح على الكبدة. تمام يا بنات. اللقمة اما بتبقى حدقة ملهاش علاج، لكن لو هي دلعة هتحطي جنبك ملاحة بشوية ترشي، تمام، هتدقي بيها، لكن ما تكتريش الملح على الاكل. ودايما تبص للمقدار اللي قدامك عايز قد ايه اكل، وانت بخبرتك في المطبخ تبقى عارفة. تمام يا قشطة. كده انا بشوح الفلفل الالوان عشان نعمل كبدة بطريقة حلوة، حاجة جميلة وحلوة بتعمليها قبل الغدا. الفلفل كده اتشوح معانا، بروح انا جاي في النص كده وحاطط بصلة الحلقة الكبدة اهي، دي كبدة عجالي على كبدة فراخ، حطيتهم مع بعض ومتبلهم الاتنين دول بيد ومصر، حاجة جميلة وحلوة. تمام. واسيبها كده، ما تقلبيش الكبدة لغاية، عشان تقليب الكبدة مش هتبقى حلوة، هتصفي المية اللي فيها. تمام. وانت بتحطي الكبدة خلي النار على الاخر. تمام. بعد كده توطيها سنة سنة، وهي على كده بروح حاطط بهارات الكبدة. الكيس ده 5 جنيه، دايما تبقى تخليه عندك في البيت، حاجة حلوة اهو. بحط بهارات الكبدة كده
اوعى، انا مش حطيت ملح لان البهارات والتوابل اللي معايا كلها فيها ملح. تمام يا بنات. بسيبها على الوضع ده حوالي دقيقتين كده، تمام، لغايه ما حته الكبده تلف على نفسها كده اهي. شايفين الطريقه جميله وحلوه ازاي تعملي الكبده بطريقه حلوه على الغدا اهي. بسم الله ما شاء الله. المهم انك انت مش تقلبي، تمام يا قشطه، علشان الكبده انا كده ما قلبتهاش. تمام. معايا نص فص ليمون اروح اعصره كده على الكبده. ازاي تعملي كبده بطريقه حلوه اهو. بسم الله ما شاء الله. انا عايز حته الكبده كده ايه تبقى مع نفسها. يا رب الوصفه تعجبكم وانا شرحي واحده واحده. تمام يا بنات. ابدا اقلب بقى الكبده كده. شوف حته الكبده ماسكه نفسها ازاي، مفيش ميه نزلت. ليه؟ انا سبتها شويه لغايه ما تشمع الاول في قلب الزيت مع درجه الحراره بتاعه الطاسه. تمام. هي تقليبه بسيطه خالص عشان تستمتعي بحته الكبده وانت بتاكليها. تمام. شايفين الصوص ده اول ما يبدا ينشف شويه اروح ايه مقلبه سن اهو يا قشطه. بص اهم حاجه شايفين الصوص ده بيتغمس. تمام. اهم حاجه ده مش عايز يبقى موجود اهو. طريقه جميله. دي كبده عجالي مع كبده فراخ. يعني بحب يبقى عندي كده حته كبده فراخ بسيبها لان الكبده، جربي كبده الفراخ مع الكبده العجالي. هاتي ربع كبده عجالي وسيبيها عندك في البيت. عندك فرختين دبحتي حاجه، عين الكبده بس. تمام يا قشطه. ابقوا معانا. معلومه عامه، اوعي تحطي خل على الكبده وهي بتتقلي. تمام. لان الخل بيثبت الزفاره في الكبده. اقول تاني يا بنات، اكترية البنات بتحب تحط الخل على الكبده. الكبده لو حطيت لها خل وهي نيه بتثبت الزفاره. تمام. بس انا حبيت اقول المعلومه لوجه الله، انت حره اكلك وانت حره فيه. بس معروفه ان الكبده عايزه تشيل الزفاره منها هتعصري عليها ليمونه او ليمونتين. تمام. ومعلقه دقيق وسيبيها فيها. مع ان الكبده انا ما بغسلهاش، يعني الكبده عمرها ما بتتغسل. الكبده لو اتغسلت خلاص مش هيبقى لها طعم. تمام يا بنات. الكبده وهي بتتقلي كده بحب احط لها ايه الفلفل ياخد طعم الزيت بتاع الكبده. بحبها بيها اهي. القرن الفلفل ده بيدي طعم جميل قوي وانت بتاكليه دقسم كده. خليكي اكيله. تمام يا قشطه. حاجه بسيطه. الاكل ده موجود في كل بيت وانا القناه بتاعتي على قد الايد. تمام. اديها دقه كبده كده على الفلفل. الله على الريحه. حاجه جميله وحلوه كده. الكبده بتاعتنا ازاي تعملي الكبده بطريقه حلوه. شايفين الجمال والحلاوه. بسم الله ما شاء الله. كده طفينا على الكبده. تمام يا قشطه. وادي الطماطم المخلله. اتفضلوا بقى معانا. وعملت طبق، احلى طبق رز بالشعريه. انا بحب اكلها كده. جربيها، حاجه جميله وحلوه. هتعمليها على الغدا. واحلى ما فيها هو طبق الطماطم المخلله. عاملها بسم الله ما شاء الله. وادي الكبده في الطاسه. ازاي تعملي كبده في الطاسه بطريقه حلوه وجميله. هي دي. يلا بينا في رعايه الله وامنه.
في حلقة قادمة يا جميل ازاي تعملي الكبدة بطريقة حلوة على الغدا او على العشاء. تمام يا قشطة، في رعاية الله وامن.